السلام عليكم ومرحبا بجميع المتابعين الكرام. اصحاب الدعم الاجتماعي المباشر ولا اصحاب امو، جوج ديال الميساجات بداو تيجيو للناس هاد الايامات هادو. الميساج الاول هو هذا اللي كتشوفوا هنايا، ها هو شوفوا هنايا. نذكركم بانكم مدينين للضمان الاجتماعي بواجبات اشتراككم امو، وندعوكم لتسويه وضعيتكم على سينيسيس.ما او لدى مكاتب القرب المعتمده. اذا الناس اللي كيجيو هذا الميساج هذا ما فهموش علاش هذا الميساج هذا راه ديال امو، ديال التغطيه الصحيه، ولكن جا الناس واحد مثلا تيقول لك انا ما مسجل حتى شي حاجه، ما عندي لا تغطيه لا تغطيه صحيه، ما عندي امو، ما عندي والو. جانا هذا الميساج هذا الميساج راه كيجي الناس اللي تسجلوا اوتوماتيكمون في امو ديال العمال غير الاجراء، تسجلوا اوتوماتيكمون في امو ديال العمال غير الاجراء. مثلا مسجل في شي غرفه فلاحيه، مثلا الا كنتي مسجل في شي غرفه فلاحيه راه بطريقه اوتوماتيكيه غادي تلقى راسك مسجل في امو. كنتي في الغرفه الصناعيه مسجل في الغرفه الصناعيه، راه هكا بلا ما تمشي انت تسجل عند امو ولا تدفع لهم شي اوراق ولا حتى شي حاجه، غير انت كتسجل في الغرفه الفلاحيه. مثلا نعطيو مثال، مثلا انت كساب مثلا راه كتسجل في الغرفه الفلاحيه. ملي تكون مسجل في الغرفه الفلاحيه راه اوتوماتيكمون كتسجل في امو ديال العمال غير الاجراء، يعني الناس اللي خدامين عند راسهم، الناس المهنيين المستقلين. وكيجيك هذا الميساج هذا تيقول لك راه خاصك تخلص. اذا هنايا الا بغيتي تبقى مستمر في امور كتمشي كتخلص ليهم، ما بغيتيش راه خاصك تمشي دير تشطيب على راسك في ديك الغرفه اللي مسجل فيها. اذا غادي تمشي تسول على راسك مثلا بحال اللي جا هذا الميساج هذا، غادي يمشي يسول في دوك المكاتب القرب المعتمده، يقول لك كيفاش انا مسجل، واش هذا. هما راه غادي يقول لك من الغرفه اللي تسجل فيها ولا شنو هي الخدمه اللي تسجل فيها، وغادي يمشي لعندهم باش يديروا ليه تشطيب بانه ما كيزاولش ديك المهنه. الا ما كانش كيزاولها كنتي كتزاولها نيت راه كمل. المهم ما عرفتش انا، المهم انت غادي تاخذ داكشي، انا المهم كنشرح انايا وانت غادي تاخذ اش غادي دير. مثلا انت ماشي كساب ولكن مسجلين كانك كساب في الغرفه الفلاحيه، كتمشي للغرفه الفلاحيه كتقول لهم ديروا لي هذا التشطيب، كيشطبوا عليك، كتجيب داك التشطيب كتديه الناس ديال لا سينيسيس في دوك مكاتب القرب المعتمده ديال لا سينيسيس. كتمشي كتعطيهم ديك الشهاده ديال التشطيب وهما كيشطبوا عليك وكيحيدوك من امو ديال العمال غير الاجراء. اذا عطيت مثال هنا بالكسابه، راه هو نفس بالنسبه للحريفيه، هو بالنسبه للناس دوك الصناع التقليديين، بالنسبه للفلاحه، بالنسبه اذا اي واحد مسجل في شي حاجه، شي غرفه ولا شي حاجه تابع لشي حاجه، راه اوتوماتيكمون كيمشي كيتسجل في امو من خلال ديك الغرفه اللي تسجل فيها، بلا ما تمشي تسجل انت في امو، بلا ما تمشي تسجل وتدفع لهم الوراق. هما راه كياخذوا المعلومات ديالك وكيطلعوك في لاسينيس وخاصك تبدا تخلص شهريا. اذا هذا الميساج هذا ديال نذكركم بانكم مدينين للضمان الاجتماعي بواجبات اشتراككم امو، وندعوكم لتسويه وضعيتكم. ماشي تعني هذه تسويه وضعيتكم تخلص داكشي اللي كيتسالوك، داكشي اللي تجمع لك، اولا كتمشي كتجيب واحد الورقه ديال كتشطب على راسك من الغرفه، كتمشي كتقول لهم اودي انا راه ما منخرط لا هنا لا هنا، راه ما عندي انا، لا ما كنمارس حتى شي مهنه، ما عنديش ديك المهنه مثلا اللي دايرين لك، راه ما كنمارسهاش. ومن تما غادي يشطبوا عليك وغادي يحيدوا عليك امو ديالك وداك الشيء اللي كيتسالك. اذا هذا بالنسبه لهذا الميساج الاول. هذا الميساج الاول راه جا بزاف ديال الناس في الاخر ديال شهر واحد، ديك 27 28 في يناير 29 بدا كيجي الناس هذا الميساج هذا. اذا اللي جا هذا الميساج هذا يعرف بانه راه تسجل في امو من خلال شي خدمه كيديرها ولا من خلال شي غرفه مسجل فيها. اذا هذا الشيء اللي كاين بالنسبه هذا الميساج الاول. بالنسبه للميساج الثاني، الميساج الثاني هذا اللي كتشوفوا هنايا، هذا ديال لقد تم توقيف استفادتكم من نظام الدعم الاجتماعي المباشر. للمزيد من المعلومات يرجى الولوج لفضائكم الخاص على البوابه asd.ma. اذا هذا بالنسبه اللي جا هذا هو اللي كيشد الدعم الاجتماعي المباشر. للاسف راه تحبس ليه الدعم الاجتماعي المباشر ديالو، ما باقيش غادي يستافد منه. الا بغى يعرف علاش وبغى يشوف شنو هو السبب، راه غادي يدخل البوابه ديال، يدخل الحساب ديالو في المنصه ديال الدعم asd.ma، يدخل المعلومات ديالو، يدخل الحساب ديالو، راه غادي يلقى تما واحد الاشعار كتبين له شنو هو السبب علاش حبسوا عليه الدعم. ما لقيتي تما لا اشعار لا والو، راه ما غاديش تلقى الدفعه ديال مثلا ديال شهر، هذا الشهر هذا شهر واحد، راه ما غاديش تلقاها في المنصه في المبالغ المدفوعه وما غاديش تدوز لك. اذا هنا غادي تمشي للسجل الاجتماعي الموحد، غتمشي تدخل للسجل الاجتماعي الموحد وتدخل الحساب ديالك تما، وغادي تشوف المؤشر ديالك شحال كاين. الا لقيتي المؤشر ديالك فايت العتبه ديال 9.74، راه السبب علاش وقفوا لك الاستفاده من النظام ديال الدعم الاجتماعي المباشر راه هو المؤشر. الا فايت 9.74 كنقل من 9.74، راه السبب ماشي هو المؤشر، راه سبب اخر. باش تعرفوا
كتمشي كتصل بهم دوك الارقام اللي كنحط لكم وراه كاينين في المنصه، واحد جوج الارقام كتسولهم هما غادي يقولوا لك، كتعطيهم المعلومات هما غادي يقولوا لك علاش تحبس لقدام، اشنو هو السبب وشنو هما الاجراءات اللي غادي دير باش يرجع لقدام. المهم الا لقيتي المؤشر فايت 9.74 هنا كتعرف السبب هو المؤشر، اذا خاصك دير تحيين ديال المؤشر. باش دير ليه التحيين خاصك تنقص من المصاريف ديالك او لا تزيد معك شي واحد في افراد الاسره. باش تنقص المصاريف ديالك صعيب لان اش غادي دير، اش غتحيد، ما كاين ما تحيد. او لا تزيد معك شي واحد في افراد الاسره، خاصك تزيد شي واحد اللي عنده نفس العنوان اللي عندكم في البطاقه الوطنيه، يعني ماشي غتزيد شي واحد اخر هو ساكن مثلا في حي وانت في حي وتنوض تزيدوا معاك، راه ما يمكنش، لان واخا كاع تزيدوا معاك غيتشطب عليه. علاش؟ لان ما عندوش نفس العنوان اللي عندكم وما عندوش نفس العنوان في لاكارت ناسيونال بداك العنوان ديال ديك الدار اللي مسجلين بها في الدعم الاجتماعي المباشر. اذا خاص يكون عنده نفس العنوان اللي نتوما ساكنين فيه واللي مسجلين به في السجل الوطني للسكان، هو اللي عندكم في لي كارت ديالكم كاملين، هو نفس العنوان اللي عند هذاك اللي غادي تزيد. يعني شي حاجه صعيبه بزاف، غير لما كان شي خوكم شي ولدكم ولا شي حاجه تقدر تزيدوه مثلا ساكن في شي بلاصه بوحدو ويجي يولي ساكن معاكم، كيتزاد معاكم العنوان عنده في لاكارت وكيسكن معاكم نيت فعلا، يمكن لكم هنا تزيدوه. اما شي حاجه اخرى من غير هذه راه ما يمكنش. المهم راه صعيب باش يعاود يهبط لكم المؤشر. اذا هادو هما جوج ميساجات. هذا الميساج حتى هو ديال لقد تم توقيف استفادتكم من نظام الدعم الاجتماعي، حتى هو راه جا في الاخر ديال يناير، جا ربما من بعد دوك التحيينات اللي كيداروا للمؤشرات ديال الدعم الاجتماعي المباشر ديال السجل الاجتماعي الموحد، فكيجي جا الناس طلعوا لهم المؤشرات وبدا تيجيهم هذا الميساج. اذا باش تعرفوا شنو هو السبب علاش حبس لكم الدعم، كما قلت لكم تدخلوا للمنصه شوفوا تما واش كتبين لكم شي حاجه في الحساب ديالكم، هو هذا كتبين لكم راه تعرف شنو هو السبب. ما كتبوش لك، غادي تمشي للسجل الاجتماعي الموحد تشوف المؤشر ديالك شحال، عاد تتصل بهم دوك الارقام وكتعطيهم المعلومات، هما راه غادي يقول لك، لان دوك الارقام هما راه ديال دوك المصلحه اللي الوكاله الوطنيه للدعم الاجتماعي المباشر اللي هي مسؤوله على التوزيع ديال الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب. اذا كتصل بهم هما راه غادي يقولوا لك شنو هما الاسباب علاش حبسوا عليك الدعم. ديك الساعه تمشي انت تصحح هذوك الامور. اذا بالنسبه للدعم الاجتماعي المباشر ولا الدفعه ديال يناير راه باقي كدوز. المهم اللي مازال ما توصلش بها راه باقي الاثنين ان شاء الله والثلاث والاربع، اللي ما كيما كنقول لكم ديما راه الفلوس ديال الدفعه راه كيدوزوا بطريقه تدريجيه، يعني اللي ما شدهمش البارح الجمعه وما شدهمش اليوم السبت راه باقي الاثنين والثلاث والاربع، لان كيدوز بطريقه تدريجيه. كل مره كتستافد واحد الفئه، ماشي كيطلقوا الفلوس كاملين دقه واحده، بالعكس كيدوزوهم بشوي بشوي. اذا هادشي اللي كاين بالنسبه الفيديو ديال اليوم. جوج ميساجات بغيت ندير عليهم هذا الفيديو باش الناس يعرفوا، لان بزاف ديال الناس كيسولوني في الخاص وكيسولوني في التعليقات. اذا هادو هما جوج ميساجات، هادو هما علاش صيفطهم لكم. واحد ديال امو، انت راه مسجل في شي امو، في امو ديال العمال غير الاجراء بلا ما تعرف، وخاصك تمشي تشوف شحال كيتسالوك وتشوف الامور، ولا بغيتي دير تشطيب راه كدير تشطيب. وبالنسبه للميساج الثاني ديال التوقيف ديال الدعم راه قلت لكم شنو هو السبب، شنو هما الاجراءات اللي خاصكم ديروا. اذا شكرا لكم على المتابعه. اللي عنده شي اضافه يعني اللي عنده شي تجربه في هذا الشيء هذا يحطها لينا في التعليقات باش الناس كاملين يستافدوا، وما تنساوش لي جيم والبارطاج وتابونوا في الحساب. وشكرا لكم على المتابعه.